السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. الفيديو ده بفكر نفسي وبفكركم معايا بحاجة والدتي ربنا يجازيها خير الجزاء دايما تقولها لي لما بمر بكرب شديد أو ابتلاء أو حاجة بحس قد إيه هي ثقيلة وقد إيه هي عبء عليا وأحس خلاص هكتئب وإن دي نهاية الدنيا. تفكرني دايما بالسيدة مريم لما مرت بالحاجات اللي هي مرت بيها قالت ايه؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني مت وما مرتش باي حاجه من اللي انا مريت بيها دي وما عدتش بالحاجات اللي انا عديت بيها دي، وما كانتش تعرف ان في بطنها ده نبي هيبقى نبي. نفس الكلام في حياتنا وفي الحاجات اللي احنا بنمر بيها. الكروب والحاجات الشديده اللي احنا بنمر بيها دي معظمها بتبقى هديه من ربنا سبحانه وتعالى، معظمها بتبقى فرج وهديه وعوض من الله سبحانه وتعالى. بس مين بقى اللي هيفوز بالحاجات دي؟ اللي صبر، اللي احتسب، اللي قال اجري عندك يا رب، رضيت يا رب، اللي كان عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، هو ده اللي فاز. الحاجات اللي احنا بنمر بيها ديت يا اما بتبقى تكفير ذنوب يا رفع درجه في الجنه، يا اما ربنا بيضبط لنا نفسنا عشان نستقبل اللي جاي، بيهيئنا نفسيا عشان نستقبل الحاجات الجميله والعوض والحاجات اللي مستنيانا. لازم يبقى عندنا حسن ظن بالله. والله ربنا ما بيكتب على حد حاجه وحشه نهائي. فاللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين.